من أول ما نقلنا للعمارة دي وأنا حاسة إن في حاجة مش مريحة، مش عارفة أوصفها بس كأن المكان بارد، مش بس الجو، هو برد الروح. المهم، ماما من أول أسبوع وهي بتوصيني بتقولي التليفون الأرضي اللي في الصالة ده ملهوش خط، ما ترديش عليه لو رن، احنا أصلا لسه مش موصلينه. رديت وأنا بضحك، مين أصلا لسه بيتصل بأرضي دلوقتي؟ ده احنا في زمن الواتساب. سبت الموضوع عدى يوم ورا يوم لحد ما جات الليلة دي. الساعة 2:30 بعد منتصف الليل، الدنيا ساكتة بشكل غريب. كنت قاعدة في أوضتي بسمع موسيقى ونور الأباجورة بس هو اللي منور. فجأة التليفون الأرضي رن، رنة واحدة، رنة تانية، رنة تالتة. فضلت قاعدة مكاني مش مصدقة، ازاي احنا اصلا مش موصلين؟ مين بيتصل في الوقت ده؟ رحت ناحية السماعة وايدي بتترعش، رفعت السماعة وقلت الو. قبل ما اتكلم سمعت صوت واحدة بتلمس وهي بتنهج، انا تحت، افتحيلي بسرعة قبل ما حد يشوفني. صوت واحدة ست مرعوبة بتلمس بصعوبة كأنها بتجري. قلت لها مين حضرتك؟ ردت الدور التاني، الشقة مقفولة، انا جوه بقالي 4 ايام. قفلت السماعة بسرعة وقلبي خايف، حسيت ان هقع من الرعب. الشقة اللي تحتنا فعلا مقفولة من ساعة ما جينا، ولا عمرنا سمعنا منها صوت ولا حد دخلها ولا حتى نور اشتغل فيها. تاني يوم رحت لصاحب العمارة وسألته هو في حد ساكن في الدور التاني؟ بصلي بتعجب وقال يا بنتي الشقة دي مقفولة بقالها 9 سنين، من يوم ما البنت اللي كانت ساكنة فيها اختفت فجأة ومحدش لقاها لحد النهاردة. الدم اتسحب من وشي، حسيت الدنيا بتلف بيا. رجعت البيت وانا مش قادرة انسى الصوت، مين كلمني وازاي التليفون اصلا اشتغل. قررت استنى لنص الليل وانزل ابص على الشقة دي. الساعة 2:30 نزلت من غير صوت. العمارة كلها كانت ضلمة، لكن باب الشقة اللي تحت كان مفتوح شوية. قلبي وقع. قربت من الباب، لقيت التليفون الأرضي مرمي عند العتبة والسلك بتاعه ممدود ناحية السلم، والسماعة بتضرب خفيفة كأن لسه حد كان ماسكها. قربت أكتر وسمعت نفس الصوت من جوه، اتأخرتي، هو شافني. لفيت بسرعة، سمعت صوت خطوات تقيلة طالعة على السلم. مشيت لورا بهدوء قبل ما اتحرك. شفت ظل طويل بيعدي على الحيطة ورايا. فضلت واقفة مش قادرة اتنفس وانا سامعة صوت خطواته بتقرب، وصوت التليفون بيرن تاني من جوه الشقة، رنة ورا رنة ورا رنة. جريت بسرعة، طلعت على الشقة، قفلت الباب وسندت عليه. من يومها كل ليلة الساعة 2:30 بالظبط التليفون بيرن وانا ما بقتش ارد. بس المشكلة من يومها ماما قالت لي ان في واحدة من الجيران سألتها بنتك كانت بتكلم مين تحت في الشقة اللي في الدور التاني. انا شفتها بتكلم نفسها وبتبص جوه الشقة وكأن في حد معاها، وانا اصلا ما حكيتش لحد ولا نزلت هناك تاني. بس انا متأكدة ان الصوت ده لسه بيندهلي وان الشقة دي لسه فيها حد بيستنيني.